بواب. ماري باباي اشتغلت في بداية حياتها في سجن النساء، بعد كده سابت سجن النساء واشتغلت رقاصة في الأفراح. بعد كده اكتشفها الفنان يوسف بيك وهبي وضمها لفرقته، وبعد كده حققت شهرة واشتغلت في الأفلام، ومن أهم عملها طرطة غرامية. لولا صدقي بدأت حياتها زي رقاصة ومطربة في الموالد والأفراح الشعبية، وبتغني بالإنجليزي والفرنساوي، ودخلت باب الفن من خلال والدها المسرحي أمين صدقي، ومن أشهر أفلامها أبو حلموس والمليونيرة الصغيرة وفاطمة وماريكا ومراشيل والأستاذة فاطمة وعريس ومراد. وكان ليها تجربة في السينما الإيطالية والأمريكية لكن بأدوار صغيرة جدا. أحمد لوكسور اشتغل في موظف في مصلحة المواني والمنائر بالإسكندرية، بعد كده اتنقل للعمل في مصلحة الطرق والكباري بالقاهرة، بعد كده ساب وظيفه واشتغل في التمثيل، ودخل معهد التمثيل وحصل على البكالوريوس سنة 1955، ومن أشهر أفلامه سلام يا صاحبي وإسماعيل ياسين في البوليس السري. لطفي الحكيم اشتهر بدور الجازولي في فيلم الفتوة، بعد أن بدأ حياته الفنية في فرقة رمسيس، ومن أشهر أفلامه لو كنت رجلا